رسميا احمد حجازي بيتم استبعاده من معسكر منتخب مصر بعد المشاده اللي حصلت بينه وبين الجهاز الفني في ماتش كاب فيردي امبارح. المشكله بدات بين احمد حجازي وكابتن حسام حسن لما بدا بالتشكيله بحمدي فتحي جنب رامي ربيعه. فبالنسبه لحجازي انت بدات بواحد مش في مركزه، في مكاني اللي هو اساسا انت واخدني عشان. لكن مع بدايه الشوط الثاني كان المفروض ان حجازي هينزل مكان رامي ربيعه علشان جاله شد في رجله، لكن رامي كمل الماتش. لكن لما خلاص ما بقاش قادر قام طلب التبديل، وبرده ما نزلوش حجازي مكان رامي ربيعه ونزلوا بيكهام. وتيجي الدقيقه 87 ويطلب من حجازي ان هو هينزل، لكن هنا تحصل المشكله وفعلا حصلت مشاده. واحمد حجازي قال طالما انت نزلت لعيب خط نص في مكاني ليه خدتني معاك وما احترمتش تاريخي في منتخب مصر؟ والنهارده الاعلام الخاص بمعسكر منتخب مصر طلعوا وقالوا ان حجازي اعتذر عن استكمال المعسكر لان عنده ظروف خاصه. لكن حجازي رد على الكلام ده في ستوري وقال ان كابتن حسام حسن هو اللي استبعده من المعسكر. وبكده تقدر تقول ان حكايه احمد حجازي